اللي يضربك اضربه، اللي يفقع لك عينك افقع له عينه، اللي يكسر لك ضلع اكسر له ألف. اوعى ترجع له وانت بتعيط. التربية الجميلة اللي احنا مربينها لعيالنا هي السبب في اللي احنا فيه دلوقتي. الطفل الجميل، أطفال أحباب الله، الأطفال اللي بنفتكر بيهم الفطرة بتاعتنا، بقى اللي بيفقع عين صاحبه، بقى اللي بيقتل صاحبه بطريقة بشعة، دول الأطفال، دول عيالكم اللي انتوا علمتوهم انهم ياخدوا حقهم بدراعهم، وما تضحكش عليهم على فكرة. هما اللي طلعتوهم من الفطرة بتاعتهم. لو سمحت، من فضلكم سيبوا عيالكم في حالهم، سيبوا رحمة ربنا تنزل، سيبوهم من غير تربية، ما تتدخلوش. انتوا بتتدخلوا بتعملوا ايه بقى؟ كل العقد بتاعتك، كل اللي بتشوفه الصبح من المدير بتاعك، كل التهزيق بقى وقلة الأدب وصحابك الرخمين معاك ومش عارفة مين مستضعفك، كل الحاجات دي بتطلعها على ابنك، كل الحاجات دي بتطلعيها على عيالك لما بترجعي. واجهي نفسك، واجهي نفسك. انتوا اللي محتاجين تتعالجوا. سيبوا عيالكم في حالهم، واجهوا نفسكم، خلوهم على فطرتهم، سيبوا رحمة ربنا تنزل. وابنك ولا بنتك مش بعيد عن المشهد ده، مش بعيد انهم يبقوا مجرمين. هتفرحي بيهم. على فكرة لو انت مبسوط أوي من فكرة تبقى مجرم وفاكر ان دي قوة، في الأقوى منه. لو انت شايف ان الافتراء ده قوة، في الأقوى منه. يعني ابنك ممكن يرجع لك ورقبته كده في ايدك، في ايد صاحبه. ما احنا بقينا جمال بقى، احنا بقينا أقوياء كده، صح؟ بقينا بنعرف ناخد حقنا بدراعنا. وعيالنا الحمد لله، عيالنا الحمد لله بيفقعوا عين صحابهم. ويعني لو ضربوا ضربة بسيطة لازم يعدموا العافية عشان هو ميضحكش عليه زي أهله، أهله الأذكياء المتربيين. فما تتدخلوش لو سمحت في تربية عيالكم. روحي دكتور نفساني اتعالجوا، وبعد كده ارجعوا وربوا عيالكم.